النهارده بقاش نادي الاهلي، ده بقى نادي كيد النسا. الاهلي بقى كيد نسا. انا بطالب كل اهلاوي يعمل لايك وشير للفيديو ده عشان فيديو مهم جدا هنرد فيه على صبحي عبد السلام وعن الكلام اللي هيقوله، وهسمعكم بودنكم صبحي عبد السلام في الكلام اللي هم بيقولوه. لكن انا مش عارف الناس دي بتعيش وسط اهلها ازاي وهي بتقول الكلام ده على الشاشه. هسمعكم بودنكم صبحي عبد السلام وجمال عبد الحميد والحاشيه هم بيقولوا ايه، وبعدين هنرجع نرد عليه بكل رواقه وبكل ادب وبكل احترام، بس سوف نلقنهم درسا لن ينسوه ابدا. لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس. نسمع صبحي عبد السلام، يلا بينا. الاهلي قدم استئنافها يوم 20 بيحاول بيأجل اتخاذ القرار لبعد السوبر، يعني بعد 15 يوم. بعد 15 يوم امام عاشور اللي توقف بالليل يوم المباراه. النهارده انت اللعيب ارتكب الجرم، وانا بقول ما فعله كهرباء جرم، لانه سباب جماعي، شارك في سباب جماعي مع جماهير النادي الاهلي، اهان نادي الزمالك ورموز نادي الزمالك بكلمات وقحه، اقل ما يقال عنها انها كلمات بذيئه ووقحه. انا بستغرب مجلس اداره الاهلي ازاي وقف صامت، والخطيب كان في يوم من الايام عضو مجلس اداره مع حسن حمدي ومع صالح سليم، وكان بيشوف ازاي العقوبات بيتم توقيعها على اولاد النادي الاهلي من النادي الاهلي. انما النهارده بقاش نادي الاهلي، ده بقى نادي كيد النسا. فانا بقول لك يا كابتن جمال، الحكايه بدات عند النادي الاهلي لما طالب باشراك كهرباء، ثم اقامه المباراه وادارتها بحكام مصريين. احنا خلي بالك الزمالك اكتر فريق في مصر او اكتر نادي في مصر بيدعم الحكام المصريين طول الوقت. ما في يوم الزمالك طلب حكم اجنبي المباراه، على العكس النادي الاهلي ما في منافس بيلعب مع النادي الاهلي الا لما بيطلب حكام اجانب. ليه؟ المعنى في بطن الشعر. احنا كلنا عارفين ان البطولات موجهه ازاي والحكام بيقولوا عامله ازاي، وعشان تاكل عيش وتشتغل لازم صفارتك ورايتك تبقى رايحه فين. الفكره المشكله ماسك الناس من اكل عيشها، ماسك الناس من جيوبها، بتوجعهم، فبيضطر يروح الملعب حتى لو مش ناوي يجامل، بيبقى داخل مع بيقول يا رب الاهلي يكسب، يا رب الاهلي يكسب. هي كده الحكام اتربوا على كده، والا لو الاهلي ما كسبش هيقعد في بيته. فحتى هو مش ناوي يجامل هيقعد في بيته. فانا قلت موضوع كهرباء وموضوع الحكام المصريين. اخر حاجه هتكلم فيها، انا اسف عشان وقت زمايلي. اتفضل. انت بتتكلم عن سبب الاحتقان. النهارده الكابتن احمد شوبير بينشر صوره لكهرباء وهو بيحمل كاس مصر وبيتكلم عن التاجيل مرفوض والتاجيل بتاعه. يعني ايا كان السبب، انت سبت كل لاعبي الاهلي اللي جميعهم حمل الكاس الاخيره اللي خدوا امام نادي بيراميدز، وخدت الصوره فقط اللي بيرفعها كهرباء. طب انا بهديك يا كابتن شوبير الصوره بتاع كهرباء، طب انا بهديها لك وبهديها لاي اهلاوي موافق على ما فعله كهرباء، وبهديها لمجلس اداره النادي الاهلي، وبهديها لمجلس اداره اتحاد الكوره. احنا مش قادرين نعرض الصوره دي. انا بقولها مصر كلها عارفاها يا كابتن جمال. اي جمهور. فانا نيابه عن كل حاجه انا بقول لك الصوره دي اهداء لهم جميعا. انا مش هقدر اعرض الصوره دي لان مش عايز مصر كلها تتفرج على صوره بذيئه زي ديت. ليه مش بذيئه ولا حاجه؟ اتفضل. لا مش بذيئه، هي بالنسبه له مش بذيئه. لا بالعكس، ده هم انت عندك العقوبه اللي عمله كهرباء ده كان في شهر يناير، العقوبه بتوقع عليه في شهر مارس، في شهر ابريل بتتاجل لمايو. يعني حد بقى يجي يقعد مكاننا ويقول احنا ناس يا سيدي ما عندناش اخلاق ولا عندنا وطنيه ولا عندنا كوره ولا عندنا روح رياضيه، انتوا عندكم كل ده. تعالوا اقنعوني اي لائحه فيها الكلام ده، اي لائحه يديك الحق كلجنه انضباط انك تستنى على قرار 4 شهور وبعدين نقول القضاه الاجلاء والقضاه. لا انا اسف مع احترامي بقى، انا مش عايز، انا مش بشكك فيهم، انا عايز رياضيين يمسكوا اللجنه دي. طالما انك مش بتديني حقي انا مش عايز لجنه الانضباط يبقى ماسكها قضاه. ايه انت اضفت لي ايه؟ انت نفذت اجنده في الاخر بتاع النادي الاهلي. انا اسف، كهرباء مدان تعلن الصبح ان كهرباء مش موجود ومش موجود في مباراه السوبر عشان تقدر تخف الاحتقان اللي انت اتكلمت عنه يا كابتن جمال. بعد ما سمعنا صبحي عبد السلام وجمال عبد الحميد وهم بيطبلوا لبعض، صبحي عبد السلام يا جماعه اتكلم عن 3 حاجات. اول حاجه التحكيم، تاني حاجه كهرباء، رابع حاجه ان هو بيشبه النادي الاهلي بان هو كيد نسا، يعني بيشبه النادي الاهلي بكيد النسا. طب انا هوضحك حاجه وهرد عليك في واحده وبص هفرتك لك كل الكلام اللي انت قلته. اول حاجه انت قلت كهرباء. اولا جمال عبد الحميد بيقول ان كهرباء عمل صوره ما ينفعش ان احنا نوضحها او ما ينفعش ان احنا نعرضها للناس. انت ما شفت الصوره شيكابالا بيه ولا ايه؟ ما شفتش الحياة الجنس اللي عمله شيكابالا في السوبر في الامارات
لو انت ما شفتش ولابس نظاره فانا محتاج اقول لك ان انت عايز تكشف نظر. لو انت ما شفتش وكنت عايز تلبس نظاره عشان خاطر تشوف الصوره دي بتاعه شيكابالا اللي عملها في السوبر، انا ما اقدرش اجيبها طبعا للناس عشان دي صوره بذيئه وانا ما اجيبهاش، وتشبهه بواحد بيقول عقده حطه صح او حطه صح بكلمه، مجرد كلمه غير، وبتقول صوره. وبتشبه كمان واحد بيقول عقده صح او حطه صح بواحد زي امام عاشور اللي شتم وهتك عرضه وشتم رموز النادي الاهلي وكل ده. بتشبه ده بده. انتوا مغيبين يا ابني، انتوا مغيبين والله العظيم، انتوا مغيبين حرفيا حرفيا. انتوا ده اللي انتوا بتعملوه ده اسمه واحد مغيب، مش فاهم اي حاجه، مش حاسس باي حاجه، كل اللي انتوا بتعملوه ده. اما التحكيم بقى، تعالى يا عم صبحي، تعالى يا عم صبحي، عشان بس انا بتعصب جدا لما بعمل الفيديوهات دي والله العظيم، انا بتعصب جدا. فيديوهات ايه يعني؟ احنا كسبناكم في نهائي دوري ابطال افريقيا بحكم مصري؟ مصطفى غربال ده مصري يعني ولا مش جزائري ولا ايه؟ ده مش حكم اجنبي؟ مصطفى غربال ده حكم اجنبي ولا حكم مصري يا صبحي عبد السلام؟ لما كسبناكم في السوبر ده كان حكم مصري ولا حكام اجنبي؟ ولا انتوا بس بتحبوا تطبلوا وتزمروا وتضحكوا على الجمهور ولا تضحكوا على الناس اللي بتضحك عليكم؟ انا عارف ان جميع الاهلاويه اللي بيتفرجوا عليكم عشان خاطر يضحكوا عليكم بس، صدقني والله العظيم ما بضحك عليكم، جميع الاهلاويه بيتفرجوا عليكم عشان يضحكوا عليكم مش اكتر. اما قصه كيد نسا، على فكره مفيش كيد نسا غير في القناه بتاعتكم، والله العظيم ما بضحك. النادي الاهلي لا بيطلع له حس ولا راجل بيطلع يرد عليكم ولا حد من النادي الاهلي بيطلع يرد عليكم، احنا بس اللي بنطلع نرد عليكم عشان احنا حمى النادي الاهلي. مجرد ان احنا جمهور بنطلع نرد عليكم عشان خاطر احنا حمى للنادي الاهلي، وبنطلع خايفين على فريقنا ده دايما باصين له النظره كبيره بدون مقابل، بدون اي وجهه حق من اي حد. الحمد لله شغالين وبنرد عليكم مجرد ان احنا عايزين نوصل لكم معلومه صح ونعرف الناس حقيقتكم ونعرف الناس الحقيقه اللي انتوا اصلا يعني انا مش عارف بتحسوها ازاي ولا بتشوفوها ازاي ولا ايه، انا مش عارف. لما تشبه حركه كهرباء او الكلمتين اللي كهرباء قالهم بامام عاشور وبشيكابالا، يبقى معلش، يبقى انتوا محتاجين تلبسوا نظارات، يبقى انتم محتاجين تلبسوا نظارات بالكلام اللي انتوا بتقولوه. لما تقول على النادي الاهلي كيد نسا يبقى معلش برضك انت محتاج، يعني انا مش عايز اقول لك انت لابس ثوب الفضيله، انت لابس ثوب الفضيله، عامل زي اللي بيطلع على الشيخ امام في المنبر وقال الله وقال الرسول وهو بينزل تحت يبقى حاجه تانية. انت بتطلع تعمل كده عشان تاخد 15000 في الحلقه. فانا عايز اقول لك بس ان انت يعني ايه، اما تيجي هزها واحده واحده، هزها واحده واحده عشان ما يعني ايه ما تجريش منك، عشان هي كده بتجري منك يا اسطى، يا اسطى هي كده بتجري منك واحده واحده كده عشان ايه الناس تصدقك على الاقل. يعني مش معقول، ما هو كل ده مش معقول. الناس يا جماعه تعمل لايك وشير للفيديو عشان يروحوا لكل الناس، عشان الناس دي تستاهل ان هي يعني الناس كلها تعرف فضايحهم، الناس تعرف فضايحهم، لان اللي بيحصل ده مش طبيعي، اللي بيتقال على قناه الزمالك ده مش طبيعي، يعني اقسم بالله ما طبيعي يا جماعه، مش طبيعي خالص. انا مستني تعليقات الناس في الكومنتات لان ده مش طبيعي خالص. شكرا لكل الناس، انا كده حبيت بس ايه حاجه بسيطه اوضح لكم بيها كل الكلمات اللي هم بيقولوها. حبايب قلبي.